السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة شكلها حلو قوي وتنفع في العزومات، وكمان مش مكلفة زي ما انتوا يعني متخيلين. هي هتبقى كتف ضاني. الكتف عمل حوالي كيلو وربع. ماشي، بس لما بيتحط في سيرفيس وبيتقدم بيبقى شكله حلو قوي وفخم قوي. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا، والطعم هيبقى تحفة، اكنك عاملاه عند حياتي او اكنك عاملاه في فندق والله. جربوا بس على الطريقة بتاعتي دي، واكنك جبتي كيلو لحمة عادي من عند اي حد. هو طلع بالظبط كيلو وربع، كان كيلو وربع. بس لما بيبقى محطوط مع الرز كده بيبقى شكله حلو قوي. فاول حاجة التتبيلة اللي احنا هنعملها له، هنحط كل الصوصات. ده الصويا صوص، من كل حاجة هنحط معلقة كبيرة. فاول حاجة حطينا صويا صوص، وبعد كده دي معلقة دبس رمان، وبعد كده اهو هنحط باربيكيو، هنحط الباربيكيو، وكمان هنحط معلقة خل. من كل حاجة من اللي احنا حطيناها هنحط معلقة معلقة اكل يعني. فكده حطيتي دبس رمان، وحطيتي صويا صوص، وحطيتي باربيكيو، حطيتي معلقة خل، وهنحط كمان خامس حاجة معلقة زيت. كده قلبيهم كلهم مع بعض. عندك صلصة، عندك كاتشب، حطي معلقة كبيرة. فانا كان عندي كيسين الكاتشب الصغيرين دولت ففضيتهم. انتي عندك صلصة حطي معلقة، عندك كاتشب حطي برضو معلقة كبيرة. قلبي كل بقى الحاجات اللي احنا حطيناها دي مع بعض، وبعد كده هنضيف لهم التوابل. التوابل بتاعتنا كتير شوية بس بتخلي الطعم حلو جدا. قلبيهم كويس لغاية ما تدمجي كل الصوصات بالزيت بالخل بكل الكلام دوت. هنحط عليهم معلقة ملح، وبعد كده هو تحطي بقى كل الصوصات بعد ما تقلبي الملح على طول. التتبيله دي حلوه قوي. فهنا عندنا شطه، وعندنا شطه، وعندنا جنزبيل وفلفل اسود وكاري او كركم اللي عندك، وبهارات لحمه وزعتر وتوم باودر وبصل باودر وسماق وحبهان. هي دي التوابل الموجوده في قلب الطبق. فاقولها لكم مره كمان: شطه وجنزبيل وفلفل اسود وكاري وبهارات لحمه وزعتر وتوم باودر وبصل باودر وسماق وحبهان. عايز تطحني السماق اطحنيه، عايز تحطيه كده سليم برضو عادي، هيديكي نفس النتيجه. اول حاجه الحبهان، انا مش هحطه على التتبيله، انا هفتح الحبهان وهدخله بين اللحمه وبعضه. الطريقه دي بتخلي ريحه اللحمه مفحفحه، وريحه الحبهان بتطلع قوي وبتظهر. فانتي افتحي الحبهان كده هون، وحطيه جوه الفتحات اللي احنا عاملينها في قلب اللحمه دي. بعد ما الراجل ادهاني قلت له اكسر لي الكتف 3 4 كسرات، فكسر لي العظمه 3 4 كسرات. وبعد كده انا بقى الفتحات دي زودتها شويه، وبقيت احط جوه منها زي ما انتم شايفين كده الحبهان. طبعا ما ننساش ان احنا نغسل كويس الكتف ونخليه زي الفل. كلنا طبعا بنعرف نغسل اللحمه بتاعتنا ازاي، تغسليها وتخليها زي الفل. كل التوابل بقى التانية هقلبها مع الصوصات اللي انا حطيتها في قلب الطبق، وهدمجهم ببعض كويس. وبعد كده هتبل بيهم الكتف ده. مش مجرد ان انا هرشهم كده عليه وخلاص، لا، انا هفضل اكني بعمل تدليك او مساج للكتف بالبهارات والتوابل والصوصات اللي انا حطيتها دي كلها، عشان اضمن ان كل نقطة من الخلطة اللي انا عملتها وصلت لكل حتة في اللحمة. فبصوا، طبعا اللون بتاعها كمان بيساعد على اللون الاخير اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. ويا سلام لو التتبيله ديت مع اللحمه كده فضلت يوم، يعني عملتيها بالليل وصحيتي الصبح سويتيها، تديكي نتيجه احلى واحلى كمان. هتفضي بقى كل التوابل زي ما انا قلت لكم كده، وبعد كده هتفضلي تدلكي بايديكي كل حته في قلب اللحمه.
تحاولي ان انت تخلي كل حتة في قلب اللحمة يوصل لها التتبيلة ديت. الطعم بيختلف يا جماعة والله عن ان انت تروحي رامية حبة التتبيلة كده وخلاص. ولو ما عندكيش وقت او مش جايباها من قبليها بليلة، يعني اضعف الايمان خالص خليها ساعة، بس ما تحطيهاش على النار في ساعتها، يعني تخليها ساعة كده هو تشرب شوية من التتبيلة بتاعتها عشان تديكي نتيجة حلوة وطعم حلو. خلاص كده انا يعتبر قلبتها فيها كويس جدا. هسويها بقى كده في قلب هعدلها في قلب الصينية. طريقتها حلوة قوي يا جماعة، ولما بتبقى في نص السفرة كده لو انت عاملة عزومة بتبقى شكلها يشرف بجد. خلاص كده اهوت هحطها على النار وهغطيها لغاية لما تنزل المية بتاعتها كلها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبعد كده هتشرب المية بتاعتها، اروح انا حاطه لها مج او مجين مية كمان، بس مش فوق اللحمة، على الجنب. واول لما تستوي هنزلها تحت الشواية تاخد بقى اللون بتاعنا التحفة. ودوت الرز. الرز اصفر عادي، كلنا عارفين رز البسمتي الاصفر بيتعمل ازاي، ولو مش عارفين موجود عندي على القناة. هنحط الرز في قلب اي حاجة بقى. بصوا انا عاملاه واحدة بيضة وواحدة صفرة. هنحط الرز داير ما يدور اللحمة، فهنحط الرز على الاطراف كده، وبعد كده هوت هتحطي اللحمة في النص. الطريقة بتاعته حلوة قوي وطعمه جميل، والرز ده بالذات مع اللحمة الضاني يعني ايه بتحسي بطعمه وجمال الشكل كمان. بصوا عاملة ازاي، واللحمة كانت دايبة دوب. اما بتحطيها على النار من فوق شوية وتغطيها وتنزل ميتها وتشربها، وبعد كده تحطي لها انت مج او مجين تاني، وبعد ما تستوي بقى وتتأكدي ان هي استوت نزليها تحت الشواية، هتديكي اللون دوت والطعم حكاية يا جماعة. جربوها. وكل القصة ده كيلو وربع لحمة، اكنك جبتي كيلو من عند الجزار عادي وعملتيه، بس الشكل والطعم حكاية. اهيت، يا رب تجربوها وتعجبكم. الطريقة بتاعتها سهلة ومع ألف سلامة، وقابلكم في فيديو جديد.